بس ياسين وقع، قرر انه يتعامل بالايد الثانيه اللي هي فرص الانقاذ فيها لا تزيد، بصوا، لا تزيد عن 1%. انا بقول لك لا تزيد عن 1%. ال1% هنا، بص عضلات ايد ياسين عامله ازاي، فردة ايده للنهايه عامله ازاي. شوف التشريح الجسماني بتاع جسمه كله، هو طويل بسم الله ما شاء الله، بتضيف اليه فردة الايدين، فالراجل تعامل بكل. في البدايه صلوا على النبي يا جماعه. النهارده لما نتكلم على ياسين بونو انت بتتكلم على حاجه يعني فذه في عالم حراسه المرمى على مستوى العالم. يعني انت بتتكلم على حارس مرمى مقوماته ولد ليكون حارس كبير. التشكيل من كابتن احمد شوبير، نجم حراسه مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وحارس مرمى منتخب مصر في كاس عالم 90، في ياسين بونو. انت بتتغزل فيه. تغزل احمد شوبير او بيتغزل في امكانيات ياسين بونو. ياسين بونو النهارده يستحق ان هو يكون احسن حارس مرمى في العالم. المغربي ياسين بونو يستحق احسن حارس مرمى في العالم. هات لي النهارده حراس مرمى العالم اللي بتتنافس النهارده او هيتنافسوا على احسن حارس مرمى في العالم. هتلاقي حارس مرمى مانشستر سيتي، على حارس مرمى ليفربول، على حارس مرمى بتتكلم في برشلونه، على حارس مرمى ريال مدريد، على حارس مرمى انتر ميلان، لا باريس سان جيرمان، لا. انا شايف ان كل دول في مكان وياسين بونو لوحده في مكان تاني خالص. الحديث عن ياسين بونو يا جماعه، انت بتتكلم على عظمه في حراسه المرمى، انت بتتكلم في قوه بدنيه. النهارده الراجل ده بيتكلم ان هو النهارده بيهتم بنفسه علشان يفضل قاعد في الملاعب. بتتكلم النهارده ان هو بيحارب، بتتكلم النهارده ان عنده روح كبيره جدا. هيقول لي النهارده اصل هو بياخد فلوس كتير جدا في الهلال. يا جدعان طب ما في لعيبه بتاخد فلوس كتير جدا وما بتعملش وما بتلعبش بنفس الحماس اللي احنا بنشوفه من ياسين بونو. لا، ياسين بونو النهارده بيضرب مثل لكل لاعب بيلعب في مكان او كل حارس بيحرس مرمى فريق، انه يكون عنده روح، انه يهتم بنفسه، ان هو النهارده ده مكانه اكل عيشه. فالنهارده بيتفانى في ان هو يقدم كل اللي عنده واكتر من اللي عنده، مقابل ان هو يلقى التشجيع ويلقى في الاول وفي الاخر ارضاء نفسه. النهارده الراجل ده بيلعب مع نادي الهلال السعودي، كان بيلعب مع اشبيليه الاسباني واخد الدوري الاوروبي مع اشبيليه الاسباني موسمين او 3. يجي النهارده يقول لك لا طب ما انا جاي لي عرض من ريال مدريد، جاي لي عرض من برشلونه، طب ما كنت اروح برشلونه وريال مدريد. لا، الراجل ده قال لك انا كده كده رايح العب في الهلال السعودي علشان انا عندي طموح. حقق مع الهلال السعودي كل البطولات اللي دخلوا فيها، تاني العالم، مش هقول لك حقق كاس عالم انديه ولكن طلع تاني عالم. انت بتتكلم في لعيب متكامل. وبعدين ما تسمعش كمان ياسين بونو مع نادي الهلال ان هو عايز فلوس اكتر. يعني عمرنا ما سمعنا ياسين بونو النهارده مع نادي الهلال السعودي انه بيطالب في التجديد مبلغ قد اللي بياخده مرتين 3. ما بنسمعش الكلام ده. راجل يعمل في الصمت، النهارده يستاهل ان هو يكون احسن حارس مرمى في العالم. فتغزل احمد شوبير في امكانيات ياسين بونو مش من فراغ. ياسين بونو المغربي احسن حارس مرمى في العالم الان. السلام عليكم.